جدتي جدتي ما أغناها من جعبتي، جودي علينا بفيض نور من ذهب ذاكرتي. جدتي جدتي ما سرك يا للروعة، تراه دفء ثوبك أم صوتك ذي البحة. جدتي ما أقصر هذا الليل، ليت لإيقاف الزمن سبيل. طولي أيتها الحكاية إلى لا نهاية، إلى قادم الزمان. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، وكل سنة وانتوا طيبين. العيد خلاص على الابواب، ربنا يا رب يفرحنا ويفرحكم ويفرح الامة الاسلامية كلها يا رب. النهاردة تيتا توتا جايالكم وجايبالكم حاجات معاها جديدة، يا رب حاجاتنا تعجبكم وتتفاعلوا معانا وتقربوا منا اكتر. يلا بينا عالجديد من تيتا توتا. وزي تيتا ما وعدتكم ان النهارده فقرات جديده، واول فقره هي معلومه حبيت اشاركها معاكم، شفتها وعجبتني. هي معلومه عن الاخطبوط، ويا رب المعلومه دي تفيدكم زي ما انا كمان استفدت منها. يلا بينا نشوف ايه هي المعلومه. أهلا أصدقائي، أنا صديقكم الأخطبوط. أنا من الرخويات. الرخويات يا أصدقائي هي أجسام لينة جدا وبدون عظام. هل تعرفون يا أصدقائي أين أعيش؟ أعيش في المياه المالحة فقط، من بحار ومحيطات. أنا لدي 3 قلوب. الإنسان لديه قلب واحد، وأنا لدي 3. لون دمي أزرق وليس أحمر كالإنسان، فالإنسان دمه أحمر، أما أنا الأخطبوط فدمي لونه أزرق. انظروا يا أصدقائي، لدي أذرع كثيرة أكثر من الإنسان، فالإنسان لديه فقط ذراعان، أما أنا فلدي 8 أذرع. إذا فقدت أحد أذرعي فإنه ينمو مرة أخرى. سبحان الله. انظروا أصدقائي إلى أذرعي، هل ترون تلك الأشياء؟ أستطيع سحب الأشياء بها وإمساك الطعام، وأيضا أتذوق بها. معلومة مفيدة. أحب أن آكل سرطان البحر والمحار والأسماك، وبعض الأخطبوطات الكبيرة يمكنها أن تأكل أسماك القرش. الحيوانات المفترسة لي الفقمة والأسماك الكبيرة يمكنها أن تأكلني، ولكني أستطيع حماية نفسي. أستطيع أن أغير لوني بالكامل إلى اللون الرمادي أو الأزرق أو الأخضر أو اللون الأحمر أو اللون البني، فلا يراني أحد. ويمكنني أيضا إطلاق سحابة من الحبر عند خوفي أو تعرضي للخطر. هل تعرفون كيف أسبح؟ أولا أقوم بسحب المياه داخل جسمي، ثم أقوم بدفع الماء شفتوا يا ولاد المعلومات عن الاخطبوط؟ انا كان في حاجات اول مرة اعرفها منه. يا رب تكون المعلومة فادتكم زي ما انا كمان استفدت منها. اما افتح النت يا ولاد وشوف ايه اخر الاخبار الموجودة فيه. لا 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 لا، ايه ده ايه الفيديو الصعب ده؟ ايه الناس القاسية دي؟ يا ساتر يا رب،
يا ساتر يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا تيتا مالك متضايقة ليه؟ يا لولو شفت فيديو دلوقتي خلاني متضايقة قوي. ايه هو يا تيتا؟ فيديو ببنت بتعذب قطة، يا ساتر يا رب على قساوة القلب. وفيها ايه يعني يا تيتا؟ ما هي قطة ما بتحسش. لا، مين قالك كده؟ هو القطة ما بتحسش؟ القطة بتحس. مش معنى ان هما ما بيتكلموش او ما بينطقوش ان هما ما بيحسوش. انتي ما تعرفيش يعني ايه الرفق بالحيوان يا لولو؟ ايه يا تيتا الرفق بالحيوان؟ الرفق بالحيوان يا لولو ان احنا يبقى عندنا رأفة ورحمة بيهم. مش معنى ان هما ما مش بيتكلموا ان احنا ما نحسش بيهم. هما المفروض بيحسوا بكل حاجة بس ما بيتكلموش، والمفروض ان احنا نأكلهم ونشربهم ونعاملهم كويس، ومش معنى ذلك ان احنا نعذبهم. يعني يا تيتا اللي احنا نأكلهم ونشربهم وما نضربهمش؟ ايوه يا لولو، لما تأكليهم وتشربيهم وما تضربيهمش ربنا يديكي ثواب وتخشي كمان الجنة. ازاي يعني يا تيتا؟ تعالي بينا هحكي لك قصة تبين لك ازاي يكون عندنا رأفة ورحمة بالحيوان. يلا يا تيتا شوقتينا. يلا بينا. قصتنا يا ولاد بتحكي عن رجل صالح كان مسافر في الصحراء، ولما كان مسافر في الصحراء كان معاه الزاد اللي هو الأكل والمية. ولما وصل لوسط الطريق المية اللي معاه خلصت، وكان عطشان جدا، وكان عمال يدور على أي حاجة يشرب منها. تنيه يدور 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 لدرجة إن هو حس بالتعب وقعد على الأرض وبقى يقول أنا خلاص مش قادر، أنا حاسس إن أنا هموت خلاص، يا رب أنا نفسي أوصل لبئر مية أشرب منه. بعديها بشوية قام يدور تاني ويدور تاني لغاية ما وصل لبئر مية. ولما وصل لبير المية ده تنيه يجري عليه ونزل فيه، مع ان البير كان غويط جدا بس هو حاول انه يوصل عشان يقدر يشرب. ولما وصل قعد يشرب 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 لغاية ما ارتوى خالص. وبعد كده لما طلع من البير لقى ايه؟ لا ايه يا تيتا؟ لقى كلب واقف يلهث من التراب. يعني ايه؟ يلهث دي يا لولو يعني عمال ياكل من التراب ده من شدة العطش اللي هو فيه، بيدور على اي حاجة فيها مية. وبعد كده الراجل بصله وقال ان الكلب ده اكيد حاسس بالاحساس اللي انا كنت حاسس بيه، وانه عطشان زيي وعطشان قوي كمان. قعد يدور على اي حاجة يحاول يسقيه بيها مش لاقي، لغاية ما فكر شوية وراح خالع الخف بتاعه علشان يشربه منه. يعني ايه يا تيتا خف ده؟ خف يا لولو يعني الحذاء بتاعه عشان يقدر يسقيه. خده وملاه مية وطلع بيه للكلب وقعد يسقيه ويرويه لغاية ما رواله عطشه. وبكده الراجل روى الكلب وسقاه على انه كلب، بس حس بيه لما عرف ان هو عطشان. وبكده ربنا ردله الجميل بتاعه وغفر له ذنبه وأدخله الجنة. شفتي يا لولو ازاي نكون عندنا رأفة ورحمة بالحيوان؟ ايوه يا تيتا. استفدتي ايه بقى يا لولو من حلقتي النهاردة؟ انا استفدت يا تيتا ان لازم يبقى عندي رحمة بالحيوان. شاطرة يا لولو، ويا ريت كل اصحابنا وحبايبنا يتعلموا ان هم يكون عندهم رحمة بالحيوان علشان هو مش بيقدر يتكلم واحنا نحس بيهم. تيتا ينفع اقولك على حاجة؟ اتفضلي يا لولو. ينفع تجيبيلي قطة وهحافظ عليها واكلها واشربها؟ حاضر يا لولو، بس لازم تكون عندك رأفة ورحمة بيهم. ايوه يا تيتا ما انا متعلمة منك. شاطرة يا لولو، ويا ريت كل اصحابنا يكونوا استفادوا منا. زي ما وعدتكم يا صحابي ان النهاردة فقرات جديدة، والنهاردة فقرة اختبر ذكائك. الجدة قدمت لكم معلومة في اول الحلقة، واخر الحلقة بتطلب منكم سؤال، والسؤال هو ايه هو لون دم الاخطبوط؟ واللي يجاوب على السؤال يا ريت يبعت لنا فيديو بصوت ابنه او بنته علشان نقدر نبعته له ونحطه له في حلقتنا الجديد.
وكنت مبسوطة قوي لما شفت الفيديو ده. عجبني جدا ان في واحد منكم بعتهولي وانه مبسوط بالقناة بتاعته. تعالي بينا اوريكم ايه هو الفيديو. السلام عليكم، انا اسمي اياد، انا مصري وعايش في السعوديه. وانا بتابع قناه الجده توته، وشفت حلقه القدوه حسنه، وانا مثلي الاعلى هو احمد المسي، وانا بحبه جدا وعايزه اطلع زيه، واتمنى كل الناس تشترك في القناه. عجبتكم حلقتنا؟ اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي بقى عشان اروح اشتري القطة. باي باي.